ايه افضل بلاتفورم ان انا ممكن اجيب وظايف من عليها؟ فطبعا في بلاتفورمز كتيره موجوده، ودايما بنلاقي الكوميكس بتاعت انا نفسي الاقي شخص واحد جات له شغلانه عن طريق لينكدين، وهو لينكدين افكتيف ولا لا. هي الفكره كلها في ايه؟ مفيش حاجه اسمها ان انا اقول لك بلاتفورمز دي احسن واحده. انت عندك لينكدين وعندك وظف وعندك فيه كذا حاجه، عشان ما نقولش اسامي الناس كلها. لكن الفكره ان انت اللي انا اكتشفته مع بقى، يعني الواحد شغال اهو بقاله 16 سنه، شفتها معايا ومع ناس كتيره، ان انت لازم تعمل كذا ستيب. بمعنى ايه؟ فانت مثلا جات لك وظيفه على لينكدين. طيب انت لينكدين انت محتاج البروفايل نفسه بتاعك يبقى كويس، يبقى ابديتد، ويبقى ابديتد بالشكل الصح مش بالشكل العادي. يعني في حته مثلا السكيلز او الكواليفيكيشنز تكتب فعلا حاجات صح، تحط ريفرنسز انت خدتها من شغلانات قبل كده. بيبقى مفيد جدا ان انت الناس اللي شغاله اللي كنت شغال معاهم يخشوا يعملوا لك ريكومنديشن، يكتبوا ريفيوز، الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت ان انت لما تابلاي على شغلانه، في تكنيك ما تتكسفش ان انت تعمله، ان انت تبعت للجوب بوستر اللي حاطط الشغلانه، تبعت له مسج انا عملت ابلاي لكذا كذا كذا، فانا كلمتين ظراف ان انا اي هوب I will meet your criteria و if you need any further references، او عايز اجيب لك شهادات خبره، عايز حاجات زياده من البورتفوليو قول لي. ساعات بيبقى الجوب بوستر قافل ده، او ساعات بيبقى لينكدين بريميوم، وده تكنيك تاني انت محتاج تعمله. بس انا ما بحبش دايما ان انا اتكلم على الحاجات اللي بفلوس، عشان دي اسهل حاجه ومش دايما متوفره عند الناس. فانا ما ينفعش اقول لك ايه ادفع فلوس واعمل لينكدين بريميوم وخلاص محلوله. فانا بقول لك الحاجات ان انت تترابل شوت حاجه زي دي. خطوه ثالثه كمان ممكن تعملها، خش على الويب سايت بتاع الشركه. لو هم منزلين الفيكنسي دي على الويب سايت ابلاي، هتلاقي ناس كتيره بتقول لك لا ما ده غلط عشان انت ممكن يبقى دوبليكيت وبتاع. لا، ليه بقى؟ هقول لك ليه. عشان ممكن يبقى هم على الويب سايت عاملين اوتوميشن ياوتو فلتر السي فيز اللي موجوده، والاتش ار ده واخد الراوت بتاع لينكدين بيشورت ليست من عنده. فانت هنا هتطلع شورت ليستد هنا، وممكن تطلع شورت ليستد هناك. انت فاهم الفكره؟ فبرضه هي مش فكره ان انا بزن فهرميه في كذا حته في نفس الشركه هيزهقوا مني، لا طبعا، بل بالعكس، في ناس بتاخد ان ده امبريشن حلو. يعني الاتش ار اللي هم قايل يا عم ده الواد ده زنان، ده عمل ابلاي وبعت لي ايه القرف ده، لا ده كده عيل صغير وده مش فاهم الشغلانه، وده اتش ار انت اساسا ما تروحش تشتغل في شركه عند واحد زي ده لو هو مش فاهم ان انت كده بروفيشنال وان انت كده عايز تستاند اوت. فانت من اولها اصلا يعني لو هو بيفكر ده ما تروحش. بس فهي الفكره ان انت محتاج تعمل كذا خطوه، حته ان انت تابلاي على الوظيفه بس وخلاص مش دي اكتر حاجه افكتيف.